اعلموا أن الله جل وعلا كما شرع لكم تلكم الشرائع والفرائض والآداب في شهر رمضان فقد شرع لكم غيرها في كتابه، إما في كتابه وإما عن لسان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، الفرح على إطلاقه مذموم، إن الله لا يحب الفرحين، والفرح بنعمة الله وفضله مشروع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: للصائم فرحتان، عند فطره فرح، يفرح أن الله وفقه وعصمه فلم يعص الله أن يفطر في رمضان، وما كان له أن يصوم لولا أن وفقه الله جل وعلا. فإذا أتم الله له تلك العطية رغبته تلك المنحة الإلهية في منحة أعظم، فيسأل الذي أعانه أن يصومه من طلوع الفجر إلى غروبها أن يعصمه من ولادته إلى أن يموت على الدين، على الملة، على التوحيد، على السنة، وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا مات على هذا لقي العبد ربه. وإن من يلقى الله وقد كان في الدنيا موحدا معظما محبا مجتنبا لنهيه فقد فاز عباد الله. وما أقضت مضاجع الصالحين شيء أعظم من على أي حال يفدون على ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عباد الله، إن الفوز الأعظم والعطية الكبرى أن يلقى المؤمن ربه. عباد الله، إن الفوز الأعظم والعطية الكبرى أن يلقى المؤمن ربه وربه راض عنه وربه محبا له. وفي الحديث: إن الله سبحانه وتعالى لا يلقي حبيبه في النار. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. ألا صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، على خير من صلى وصام وقام وأفطر وركع وسجد، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أيده بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، والفرج العاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات سبقونا إليك، اللهم ارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمهم في تلك البقاع وحشتهم، اللهم ارحمهم في تلك البقاع يا ذا الجلال والإكرام، وآنس اللهم تحت الثرى يا ذا الجلال والإكرام. وارحم
المسلمين ودمر أعداءك أعداء الملة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد المبارك، اللهم احفظ هذا البلد المبارك وشعبه الذين يقدرون أهل القرآن ويقدرون ويحترمون الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.